السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا بعد فترة غياب طويلة غبتها عنكم. انا دعاء بدر، ودي قناتي بقدم فيها روتينات، بقدم فيها وصفات، اكل، بنتكلم مع بعض، بندردش مع بعض. وهبدأ معاكم النهاردة بعد فترة غياب طويلة قوي روتين حلو ان شاء الله يعجبكم وبسيط جدا. ويعني مرضتش اطول صراحة عليكم في الفيديو عشان ما تزهقوش. صباح الورد والياسمين عليكم. بصوا بقى كده، يوم جميل والشمس طالعة حلوة وبس الزرع بتاعي وأجواء جميلة جدا. الصبح يعني أول حاجة في يومي أنا ببدأ لازم، يعني البلكونة عندي لازم كل يوم الزرع دوت بيوقع عندي. البقايا كده، الشجر اللي بتنشف دي بيوقعها عندي على الأرض. الهوا بيطيرها، خصوصا كمان لما كنت عندي زرع ورد كتير فنشف جدا. فالهوا طيرها كلها على الارض، فلازم كل يوم كده اصحى الصبح المهم هم حتى يعني ما فيهاش حاجه، حاجات بسيطه يعني. وبحب اقعد بقى مع نفسي كده في روقان شويه كده على الكرسي اللي انتوا شايفينه دوت. هدخل دلوقتي هعمل القهوه بتاعتي واقعد شويه كده مع نفسي كده وفي روقان افطر انا وحمزه الصغير. عندي الولاد ما كانوش لسه صحيوا الكبار. وعندي احمد بقى في ثانويه عامه السنه دي، ادعوا له كده، كل يشوف الفيديو يدعي له يعني، وهو وكل سنه طلبه الثانويه العامه كلهم يا رب. الامتحانات جايه السنه دي بصراحه، الكيمياء يعني عملتها معانا مع كل الطلبه في كل المحافظات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. جت صعبه جدا جدا جدا. وكمان الفيزياء، يعني الفيزياء نص كده ونص كده، يعني اللي قدر يحل يحل يحل، واللي ما قدرش برضك كانت فيها تكات صعبه شويه. فربنا معاهم يا رب كلهم، ويوفقهم ان شاء الله ويجبر بخاطرهم ويفرحوا كلهم باذن الله الواحد الاحد. بدأت بقى، بصوا حضرت الفطار ليا انا وحمزة، حطيت كده جبنة وعسل وفطير، وعملت القهوة بتاعتي بحط معلقة ونص بن، على معلقة سكر ونص لبن نص مية. ما بحبش لبن يكون بس يعني بحب اخففها كده في حبة مية. وهنروح دلوقتي نفطر وهنكمل يومنا الطبيعي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم لك الحمد. كده كنا خلاص يعني، خلصت الفطار بقى ودخلت اشوف المواعين في المطبخ. هي يا دوبك مواعين الفطار بس، انا من بالليل ما بخليش حاجة في الحوض يعني خالص. بس على بال ما انا فطرت بقى، والولاد بعد كده هم صحيوا كمان فطروا، وقلت بقى ايه اشطب المواعين في الحوض عشان نشوف بقى هنعمل الغدا ايه والكلام ده كله. هيبقى كلامي النهارده لكل أم عندها طالب أو طالبة في ثانوية عامة. ما تضغطوش عليهم الطلبة بجد. يعني النظام الجديد ده متعب جدا 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 في مذاكرته حقيقي، يعني غيرنا احنا زمان كنا بنقعد نذاكر، واللي بنذاكره في الكتاب بنمتحن فيه ويجيلنا وخلاص بقى كل واحد وكان مجهوده. لكن بجد دلوقتي بيتعبوا كتير قوي قوي. انا اول حد عندي في ثانوية عامة، فعشان كده بكلمكم من خلال تجربتي. فاللي عندها بنت او ولد في ثانويه عامه ما تضغطيش عليه، هم حقيقي فعلا بيذاكروا لوحدهم. يعني كده كده هم بيذاكروا، هم بيجتهدوا. واللي يرجع من الامتحان زعلان او معرفش يحل او ايا كانت ظروفه ايه، كل واحد وليه قدراته، المهم ما تضغطوش عليهم. وسيبيهم، يعني سيبي الطالب او الطالبه بنتك يعني او ابنك، سيبيهم وحاولي ان انت تهديهم وخلاص يشوفوا الماده اللي بعدها. ولازم يرضوا بنصيبهم وبقدرهم في الاخر. وكل واحد على قد تعبه، وربنا مش هيضيع تعب اي حد فيهم ان شاء الله باذن الله. فانا بس بقول لكم يعني بطمنكم وبقول لكم من خلال تجربتي، لا سيبي كل واحد على راحته، سيبيهم ما حدش يضغط عليهم. صدقوني الدنيا مش مستاهله حاجه. ايوه طبعا ربنا يفرحنا بيهم ونطمن عليهم في الحياه ويكونوا في مستقبل كويس وفي مكان كويس. بس ده برضك كل شيء بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. احنا لو رضينا بقدر كل واحد ما حدش هيزعل وما حدش هيتضايق وما حدش هيبص لحاجة حد. فاحمدوا ربنا ايا كانت النتيجة. يعني اي نتيجة امتحان بعد ما يجي من الامتحان خلاص الحمد لله. ويريح شوية بقى ويشوف وراه هيعمل ايه في المادة اللي جاية، يركز بقى في المواد الجاية. هنعمل بقى غدا ايه النهاردة حبيباتي؟ هنعمل بامية. كانت عندي بقى صراحة من العيد يعني كده، فقلت بقى ايه اعملها النهاردة. زهقنا من اللحوم والحاجات دي كلها بقى والفتة والكلام ده كله والمحاشي، فقلت اعمل بقى حبة البامية دي، كانت عندي في التلاجة. غسلتها كده كويس جدا كذا مرة وقلت اعملها معاكم.
كمان هاحكي لكم موقف كده يعني عن واحدة صاحبتي برضك وغالية عليّا أوي أعرفها، كان عندها 2 ولدين توأم السنة اللي عدِّت في ثانوية عامة. فسبحان الله يعني هُم الاتنين شاطرين وهُم الاتنين مجتهدين وطبعًا توأم وكانوا تخصُّص واحد علمي رياضة. فكانوا بيروحوا مع نفس المدرس ونفس المواد اللي بيذاكروها ونفس عدد الساعات اللي كانوا بيذاكروها كان هو ده يعني بيذاكروا مع بعض نفس عدد الساعات، بس كل واحد وليه قدراته جم في النتيجة وكل واحد طلعت نتيجته مختلفة عن التاني، في واحد أعلى من التاني. هل كده خلاص دي آخر العالم يعني وآخر الدنيا خلاص كده مش هيبقى ليه مستقبل اللي هو جايب مجموع أقل من التاني الكبير؟ لأ، بس هو قدر ربنا سبحانه وتعالى كده، واحد جاب 90% أو حاجة و90% والتاني جاب 85%، والاتنين في الآخر دخلوا هندسة. بس فهو اجتهاد وهي بتبقى قدرات، وربنا يا رب يفرحنا بولادنا كلنا. هنا بقى كنت عملت صلصة البامية وعملت البصل، طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا بامية بس انا بقول للعرايس بقى الجداد والبنات الصغننين يعني وكده اللي لسه مبتدئين على الحياة جديدة. عملت بقى صلصة البامية وحطيت معاها توم والكلام ده كله وسبتها بقى ايه وحبة سكر كده صغننين عشان حموضة وسبتها بقى تتسبك على بال ما اعمل ايه صينية الرقاق دي. بتحطي هنا طبعا سمنة في الصينية، وعندك الشوربة بتبقى سخنة جدا جدا عشان تطريلك الرقاق ده بسرعة يعني ما ياخدش معاكي ايه وقت ويبقى طري كده وحلو. وبرش بقى كده حبة حبة على الرقاق وبروح رصة ايه في الصينية وبين كل رقاقتين كده اروح حاطة رشة سمنة عشان كده يبقى حلو ومحمر معانا. بوريهولكم اهو، قولوا لي رأيكم كده في وصفة الرقاق ديت حلوة ولا ايه، ولو في حد بيعملها بطريقة تانية برضك يقول لنا الطريقة كده في الكومنتات. هجيب بقى هنا احط اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين كده، عندك بقى زيتون عندك فلفل بقى حسب ما انت بتحبي. انا عندي ولادي مش بيحبوا يعني الفلفل والحاجات الكتير دي كده في الحشو. عندك جبنة موتزاريلا حسب ما ولادك بيحبوا في البيت انت تشوفي تحشيها ايه. انا يا دوبك حطيت حبة زيتون كده كانوا عندي في التلاجة طلعتهم وكملت بعد كده بقيت رصات الرقاق زي ما انتم شايفين كده حبيباتي. ان شاء الله باذن الله فيديوهات جايه كتير حلوه وروتينات قويه ان شاء الله تعجبكم. افكار برضو كويسه نفتح كده بس مع مباشر نتكلم مع بعض كده وندردش مع بعض. عندي بقى الشوربه اللي اتبقت دي من الرقاق حطيتها عليه وبرش كده سمنه على الوش واسيب بقى الرقاق كده يطرى مع نفسه شويه في حبه الشوربه اللي انا ايه رشيتهم دول. يا سيدي يا سيدي على السمنه البلدي كده على وش الرقاق بقى مش عايزه اقول لكم الطعم طلع عامل ازاي. على بال ما الصلصة كده تتخدع معايا او تتسبك يعني مسكت بقى البامية كده وقعدت ايه انضفها السلة كده. بجد وحشني قوي التصوير ووحشني الكلام معاكم وتحس ان انا لما بقالي كتير مش بصور ومش بتكلم مش عارفة اتكلم. كده كانت الصلصة خلاص خلصت معايا. هحط بقى البامية عليها واحط رشة فلفل اسمر اي خضار عندي او اي طبيخ كده لازم احط له فلفل اسمر بحط لها بقى فلفل اسمر حبة توم كده نيين تمام. واحيقها بقى واحط لها الملح بتاعها والشوربه واسيبها ايه تستوي. بصراحه زهقنا من اللحمه بقى وتقولي لحمه ولا الكلام دوت، لا كان عندي شوربه وانا ايه رحت عامله عليها الاكل دوت والحمد لله. بس كده وفضل ونعمه من عند ربنا يعني الحمد لله اللهم بارك. اللهم انت ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طول ما انتوا واقفين يا بنات كده اقعدوا ادعوا ربنا اقعدوا استغفروا اقعدوا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. طول ما انتوا كده في المطبخ واقفين بالذات الناس اللي بتزهق من وقفة المطبخ اقعدي قولي اذكار كده هتلاقي نفسك والله العظيم زي ما بقولك هتحسي ان كل حاجة حواليك راقت وخلصتي اكلك وما حسيتيش كمان بالوقت. هنا البامية كنت حاسة ان هي عايزة حبة ملح فروحت مزودة لها حبة ملح وغطيتها وسبتها ايه بقى تستوي ورحت بقى اشوف الايه
الرز بتاعنا الجميل الابيض كده الساده، ما رضيتش اعمل بقى رز بشعريه، حبيت يعني قلت اعمل حبه رز ابيض كده بقى بسمنه بلدي. كده كان الرز استوى وشلت الغطا من عليه يتهوى شويه، وادي الرقاق بتاعنا. طبعا الرقاق اول ما بتطلعيه لازم تغطيه بفوطه او تكتمي باي حاجه عشان يطرى معاكي شويه اي مخبوزات. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. وادي الاكل بتاعنا وحبه ملوخيه ورز ابيض واكل جميل وزي الفل، وان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم، اشوفكم في روتين جديد.